ننتقل إلى صور مباشرة نتابعها لمطاردة لأحد السيارات في ولاية فلوريدا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لطالما مهند واشنطن اشتهرت الولايات المتحدة وشوارعها بعمليات المطاردة المتتالية، لدرجة أن لربما برامج الواقع التي أصبحت تختص فقط في عمليات المطاردة بدأت منتشرة على طبعا الفضائيات. أود أن أشير إلى أنه تمت عملية إطلاق الرصاص على عجلات السيارة البيضاء. طبعا تتم الآن محاصرتها مباشرة رغم التحدي والإصرار الكبير الذي يواجهه السائق الآن في محاولة الهروب مرة جديدة من رجال الشرطة. راحت لم تنتهي العملية. انظر يحاول أيضا السير في السيارة مهند. يعني واضح أنه فقد الأمل في أي هروب من هذا الحشد الهائل. أكثر من ساعة مطاردة، دامت أكثر من ساعة. السيارة مسروقة من طراز شيفروليه تاهو في أحياء سكنية، وكان يسير بسرعة عالية على ما يبدو، وقد يعني اصطدم بإحدى سيارات الشرطة خلال هذه المطاردة. ولكن كما هو واضح تمكنت الشرطة من إيقاف السيارة عن طريق إطلاق الرصاص على العجلات. وهو الشخص الذي كان يقود السيارة، سيارة مسروقة. لا ندري تحديدا إذا كان هناك تهم أخرى قد توجه إليه، لا شك ستوجه إليه تهمة قيادة السيارة بشكل أرعن، الارتطام بسيارة أخرى، تعريض حياة الناس للخطر. ولكن لا أدري لماذا كان يعني الشخص يهرب من وجه العدالة بالدرجة الأولى. سنسمع المزيد ربما في الساعات القادمة.